متتبعي قناة عالم الصيدلة، مرحبا بكم في فيديو جديد آخر. في هذا الفيديو غادي نتحدث على الأشخاص الذين يعانون من النحافة. بطبيعة الحال الأشخاص الذين يعانون من النحافة أو نقص الوزن يلجؤون إلى الصيدلية يقتنون بعض الأدوية لفتح الشهية من أجل الزيادة في الوزن. إذا هناك نوعين من المكملات الغذائية تباع في الصيدلية. هناك نوع ليس بفاتح الشهية ولكن يصطلح عليه بفاتح الشهية، إنما هي مضادات للهستامين على سبيل المثال أنتينوريكسا، بيتين، بيرفيتال إلى غير ذلك. وهناك نوع آخر اللي هو من المكملات الغذائية يحتوي على الفيتامينات. حبذا الشخص لو استعمل هذه المكملات لأنها تفتح الشهية طبيعيا دون أضرار طبيعية، على سبيل المثال أبينات، دينافيت، نوراكس، بيوي، فيتاتين إلى غير ذلك. إذا الأشخاص الذين يعانون من النحافة أولا ما عليهم إلا القيام بالتحاليل اللازمة لخلو الأمراض الجسم من بعض الأمراض. إذا الشخص الذي يريد أن يزيد في الوزن ما عليه إلا اتباع واحد النظام غذائي. هذا النظام الغذائي غني بالسعرات الحرارية، لأن الزيادة في السعرات الحرارية يعني يجعل الشخص يزيد في الوزن بطبيعة الحال، لأن الشخص ليست لديه ثقافة غذائية ولا يعرف يعني أن الأغذية الغنية بالسعرات الحرارية والأغذية الفقيرة بالسعرات الحرارية. يقول في نفسه أنني آكل، ولكن تلك الأغذية التي يأكلها يعني ربما تكون فقيرة. كذلك إضافة إلى الأغذية الغنية بالسعرات الحرارية يجب على الشخص تجنب التوتر والقلق، لأنه لديه أثر سلبي على صحة الإنسان وعدم يعني جعل الإنسان يزيد يعني في الوزن. إذا هذا فيما يخص هذا الفيديو، نتمنى أن تكونوا استفدتوا. تدعمونا بلايك واشتراك. إلى فيديو جديد آخر، وإلى اللقاء.